عدد من التمريرات ريال مدريد الى مناطق برشلونه اللي يعاني بعض الشيء في وسط الملعب. خل الكره لمصلحه توني كروس، الانظار كلها على راموس، الركنيه لريال مدريد، توني يلعبها عرضيه، تير شتيجن يبعدها بقبضه اليد تصل عند مارسيلو، استقبال اول كره عرضيه داخل منطقه الجزاء وكره هدف أول لريال مدريد. نعم استحقوا التقدم بعد دقائق في أفضلية. كرة في منتهى الروعة من جانب مارسيلو لراموس اللي كان بعيد عن الرقابة، وفي الأخير شوف اللمسة من مارسيلو. هل كان في تسلل في اللقطة الماضية؟ هل كان في تسلل؟ على أي حال هجمة استمرت والكرة في مرمى برشلونة، والهدف الأول لمصلحة ريال مدريد بعد محاولة خطيرة للميرينجي وهدف عن طريق كازيميرو. ولع يا كلاسيكو ولع، هدف يبعثر أوراق برشلونة ويجعل ريال مدريد في المقدمة في البرنابيو. 1 ريال لا شيء بارسا. ليست نهاية كلاسيكو، كثير من الوقت متبقي وميسي لا زال موجود. الفرصة للعودة لبرشلونة في الوقت اللي فيه تقدم من كان يستحق التقدم، من كان الأفضل في الدقائق الماضية. ريال أيضا لا يمكن أن تعوضه، من بينهم نيمار، لمسة عند ليو، بوسكيتس في وسط الملعب، تمريرة، محاولات تصل عند ليو لاختراق دفاع هدف التعادل يا ليو. جول للبارسا، جول للبارسا بالروزاريو، يعود من جديد الفتاك ليو. هذه أرضكم وهذه أهدافي، هذه أرضكم وهذه أهدافي. ليو يسجل التعادل لبرشلونة، يعود للكلاسيكو من غير ليو. ميسي يعود لبرشلونة مرة أخرى. يا لها من مرور، من مهارة، من عبور، من إمكانيات هائلة، من لاعب استثنائي. هدف التعادل ياتي لبرشلونة، هدف ريال مدريد، هدف للبارسا، هو الرقم 22 لليونيل ميسي، الهداف التاريخي في الكلاسيكو. مارسيلو يلعب كرة في الجهة اليسرى، محاولة مرور للميرينجي، مارسيلو عودة بعد ذلك، خلى ميسي لمنطقة الجزاء، تحول جوردي بالتمريرة بين يلي ومحاولة مرور، خلصها ناتشو، راكيتيتش مرور أول ناجح، تسديدة خطيرة. راكيتيتش لبرشلونة، ضربة رائعة من خارج منطقة الجزاء. البلاوغرانا في البرنابيو يتقدم 2-1. إيفان راكيتيتش ابن الكروات، ومن لا يسجل الأهداف يقبلها في مرماه يا مدريد. الثاني لبرشلونة، الثاني لإيفان، الضربة من راكيتيتش، التوقيع من إيفان، الروعة من النجم الكرواتي في الزاوية، صعبة، كرة جميلة. والبارسا 2 ريال مدريد هدف. قلبوا الطاولة وفعلوها البارسا، قلبوا النتيجة وفعلوها في ميدان ريال مدريد وبين محبيه وفي بيته. يتقدم برشلونة في النتيجة 2-1. أي كلاسيكو الآن، أي ثار الآن وأي فرحة يا ركب. فوز سيداوي الكثير من الجراح. 2 برشلونة، هدف ريال مدريد. ضيع رونالدو فرصة على أعتاب المرمى مثلها لبنزيما، أخرى لأسنسيو، لمسة عند توني كروس، فرصة لريال مدريد على الجهة اليسرى عند مارسيلو. مدريد في الهجوم، عرضية مارسيلو، تعادل. ابن كولومبيا يعيد الميرينجي.
الجزاء. قال له زيدان: ألا تريد أن تلعب؟ ألم تزعجني كثيرا بأنك تريد اللعب في مدريد؟ العب اليوم في الكلاسيكو، وريني ماذا لديك يا خميس. قال: خذها هدية يا زيدان، خذها هدية يا زيدان، واتركني أرحل إذا لم تعطيني الفرصة، واتركني أذهب لنادي آخر إذا لم تستغل إمكانياتي. معهد الكوبا ديل ري ممتازة من سيرجي في وسط الملعب، مرتدة سريعة لبرشلونة خطيرة، 5-3 للبارسا على اليسار، فرصة للويزيتو سواريز، وهذا جوميز يلعبها وتمريرة وكرة. لديكم لا خوف عليكم، ميسي لديكم لا خوف عليكم يا بارسا. هداف التاريخ للكلاسيكو يخطف كل شيء في أصعب ملعب، بل في أرض ومكانه وملعب المفضل يا ليو يا بالروزاريو. يا له من تحرك يا سيرجي، بطل الريمونتادا كان وراء كل شيء اليوم، وتمريرة ساحرة من جوردي. وين ليو؟ هذا مكانه، وبعد ذلك صافرة الحكم تنهي كل شيء لتؤكد فوز البارسا وإبقاء ماله وحظوظه في الفوز بالليغا بعد الفوز بالكلاسيكو. وإن كان ريال مدريد لا زال لديه الفرصة ومباراة مؤجلة، وهذه لقطة ختام للاستثناء في كرة القدم. سيداتي وسادتي، نرجو أن نكون قد وفقنا في التعليق على مباراة اليوم، نرجو أنكم استمتعتم في أجوائها، وبعد مباراة كبيرة و5 أهداف وفوز في الرمق الأخير لبرشلونة بقيادة ليونيل ميسي. انتهى كل شيء في هذا الكلاسيكو. الحديث أكثر سيكون رفقة الزملاء في الاستوديو مع الزميل عزيز خالد ياسين. شكرا لزميل فهد عتيبي. فوز مهم لبرشلونة في قلب سانتياغو.